أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبيرغ عن خيبة أمله إزاء الفشل في تحقيق المعالم الرئيسية التي يطالب بها اليمنيون العاديون بحلول شهر رمضان. وأكد جروندبيرغ خلال إحاطته في مجلس الأمن أن المغامرة العسكرية المحفوفة بالمخاطر يمكن أن تدفع اليمن إلى دورة جديدة من الحرب، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد واتخاذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية. كما قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبيرغ إن سلطنة عمان والسعودية تلعبان دورا محوريا في دعم جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة. وأضاف المبعوث الأممي أن العمل مع الفاعلين الإقليميين أسهم بشكل كبير في دعم جهود الوساطة في ظل الاضطرابات الإقليمية الحالية.